السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي الروحاني عبد الله السوسي. كنشكر الإخوان المغاربة أخوتنا الجزائريين كاع اللي كيحبوني داخل الوطن وخارج الوطن، وجا خوتنا الجزائريين الحمد لله. بغيت نقول لكم على شي حوايج باش الناس نيس تستافد منها. اللي كتلقى بالنسبة للسحر اللي كتلقى مرشوش قدام الباب ديال المنزل ديالها، غتاخذ واحد 2 كيلو ديال الملحه الحيه، تاخذها مطحونه عند العطار، وقرعه ديال جافير اتشي، و10 يطرو ديال الماء. غادي تخلطهم، وكل مره غادي تسيق بهم قدام الباب ديال الدار ديالها، باش ما يبقاش داك السحر وداك الشيء كامل كاع كلشي داك الشيء غادي يتحيد. وتحاول تبعدوا على حوايج اللي تطلع لها داك الشيء ديال جافير. وبالنسبه البنات مساكن اللي كيكونوا مزوجات كيكونوا متقفين على الزواج، ما كيحسوش بروسهم، كيجيهم العرسان حتى لعندهم ما كيحسوش بداك الشيء، كيقول لك راه ما بغيتش ولا هادي ولا ما كنحاجش ولا هادي. لا، هذيك بالعكس، هذيك مسكينه كتكون متقفه على الزواج، يا اما من الجن ولا اما من الانس. تمشي لعند شي راقي قريب لها تمايا اللي يقضي لها الغرض ويجيب الله التيسير، ولكن تمشي لعنده بالنيه. انا ما كانش عندها النيه بلا ما توصلوا، هو بعدا اللي في جهدو راه كيديروا مسكين. وبالنسبه لشي حوايج اللي لقى شي سحور مدفون اولا محطوط شي بلاصه، يحاول ما يقيسوش بيدو. الله يرضي عليكم، الا قصتي بيدك راكي غادي تلبسي. خوي عليه غير الماء فيه الملحه الحيه، لا غير. الا كنتي كاع ما قارياش ولا ما حافظاش القران ولا شي حاجه، خوي عليه غير الماء الحي، الماء ديال الملحه الحيه مخلطه شويه، وكبي عليه وشدي ولوحيه في اتساع. وبالنسبه لحاجه اخرى عاوتاني كنوصيكم عليها، انسان ما يقطعش الياس. اللي كيكون مريض حاول ما يقطعش الياس، لان الجن داكشي اللي يبغى. كيكون انسان زوري عنده 8 العلامات ولا 9، كيكون يعني طالع البلافون، كيقول لك صافي انا ما نبقاش نمشي عند شي راقي ولا شي حاجه، الا الياس ما تقطعيش. الا ما كانش البركه عند هذا غادا تكون عند هذا. يعني الناس بكري شنو كان عندهم؟ كان عندهم البركه، ما كانوا لا رقات لا والو، كان الحمد لله غير البركه. راه كاين الانسان ربي اللي كيبغيه وكاين اللي كيكون قلبه ابيض ربي كيعطيه البركه. ماشي ضروري يكون قاري القران، يكون قاري 60 حزب كامل، لا، يكون قاري صوره 2 3 ربي كيكون عاطيه البركه، لان ربي هذا كيبغيه وقلبه ابيض وكيبغي الخير للانسان. واللي كيقول شي حاجه خليه منه الله، انا ما كنتسوق لتا شي واحد. وان الله غفور رحيم. وقال لك ما اللي كيدخل ما بين الظفر واللحم غير الوسخ. صراحه الواحد ما بقاش يدي التقليد وما بقاش يهضر بزاف على واحد انسان ما شافاش بعينه وما يبقاش يهضر. والله يعفو على اي واحد، والله يسامح كل واحد. هذا ما نقول. المهم ما عليناش، هادشي اللي بغيت نقول انا. وعواشركم مبروكه. وفي رمضان راني ما غاديش نكون نخدم ان شاء الله، يا ممكن غادي نمشي للعمره ان شاء الله، يا ممكن غادي نجلس هنا على حسب. حاجه اخرى بغيت نوصيكم عليها، حاولوا ما تبقاوش البنات او الولاد يديروا لي زيات والموسيقى في ودنيهم، راهم ما كيتلبسوا. ما تبقاوش تقابلوا المرايه بزاف، ما تبقاوش تنعسوا بالماكياج بالنسبه للبنات، وما تبقاوش تغنيوا حاشاكم في الطواليط، يعني راكم كتلبسوا. واي واحد كما بغى يكون نوعه راه عنده السحر وعنده المس. شي واحد يقول لك انا ما فياش، مستحيل. اما كيكون عنده السحر ديال الانس او السحر ديال الجن، اما كيتخطف زنقه، اما تخطف شي دار ما كيقولش بسم الله، اما بزاف د الحوايج. كاينين بعض الخوت ما كيكونوش فاهمين في الدار، يعني كيكون الصداع وكيكون المشاكل، بحال ما داك المنزل ديالهم خاصو يترقى، او لا هما يمشيو عند شي راقي ويترقاو، لان كيكون الشيطان هو اللي كيدير من ديك الحاله. كيكون واحد القبيله مع هاد القبيله كيتحاربوا، ما كيفهموا والو، كاينود الصداع وكاينود المشاكل. واي واحد مع الزوجه ديالو كيكون في الفراش ديالو ما فاهمينش، يمشيو لعند شي راقي. يعني اذا تما كيكون عندها واحد العفريت عاشق هو اللي كيخليها ما تقربش للزوج ديالها، يعني كتكرهو ما كتحملوش. ديما هو اللي كانت هي طالعه هو يهبط، ديما يقول اعوذ بالله مش الراجيب، ودي مراتو عند شي راقي يعني يترقى. وديما يرقي دارو، ديما يرقي دارو ويحصن دارو، ديما القران والقرايه والذكر. هذه راها ضروريه. ملي كتشوف ديما المشاكل مع الزوجه ديالك يعني كمل من راسك، فهمها. راه كيكون عندها العفريت العاشق هو اللي كيدير لها داك المشاكل، واللي كيدخلها الوسواس والشك في كنتي وفين مشيتي وفين جيتي وفين هادي. راه كلشي منه هو اللي كيحركها، هو اللي كيدير لها داك الحوايج، لانه هو كيفرح ملي كيطلق ما بين المراه والراجل، راه كيعجبو الحال، لان ابليس كيعلق ليه التاج فوق راسو. لان هادشي اللي كنقول لكم عليه، راه
هذا الشيء راه صحيح واضح. الانسان اللي كيكون روحاني راه كيفهم هذا الشيء. وبالنسبه للناس كيسولوني على القضيه ديال شي عفريت ولا شي جن، كنقول ليه شو سميتك واش من قبيله، ما كيبغيش يقول لي، حيت عارفني غنحرق لي القبيله ديالهم. هما كيغامروش بحياتهم بحالنا حنايا الانس، كنبرقوا بعضياتنا، هما لا. هما ما كيبرقوش، كيقول اللهم نموت انايا وما يموتوش القبيله ديالنا. هذا ما كان. واحد الحاجه والله الا داخت ليا تلفت ليا، وديما كنعاود نقولها ونعاود نقولها. راه الانسان اللي جا عندي بحال واحد النهار، نهار الخميس، جات عندي واحد السيده ما بها والو، صايفتها داك حسن المشعوذ عاوتاني كنقولها ونعاود نقولها. هي راه ما فيها والو، ماشي ما فيهاش، هي فيها المس وداك الشيء. دات راسها عوجه ودات راسها كتشوف فيا. ملي مشيت نحرق لها وجهها بالبريكه هربت وجهها، لان الجن مخلوق بالنار. ناضت هي هربت وجهها، قلت لها نوضي خرجي مع من جاش. قال لي نقص واحد السيد، قال لي رانا خوها، هو راه شيفور ديال الطاكسي، وداك حسن المشعوذ عطاه فلوس حيت حالف، قال لك انا تيصيفطني للحبس، وقال لهم بغا نصيفطي شي مرت الراجل وتكون زوينه وغادا طيحوا في الفخ باش يصيفطني للحبس. راه مستحيل، راه بلا ما تصدع راسك المشعوذ، بلا ما تصدع راسك. حيت قال لواحد السيده، قال لها راه فضحني في اليوتيوب، مازال نزيد نفضحك الا ما بغيتيش تحشم، مازال غنزيد نفضحك. وبالنسبه لشي وحده كتبقى تكذب على راجلها كدير راسها طايحه، الا جات لعندي راه غنقول لها ودي راه ما فيها والو، اولا بنتهم كطيح راه في وجههم كنقول لهم هاد السيده راه ما بها والو. يعني هذا عندها غير المس كيكون العاشق، او لا عندها السحر ديال الجن. يعني ماشي الانسانه ضروري طيح. وشحال من واحد كيبغي يعرف هذه القضيه ديال كيقول لك علاش ما كنطيحش، كتقول لي عندك السحر وعندك كذا وعندك، كيقول علاش ما كنطيحش. لا، اللي كيطيح هو اللي كيكون عنده السحر ديال الانس، هذاك هو اللي كيطيح، كيكون مدفون ليه في شي بلاصه، اما في باب العتبه او لا في شي روضه منسيه او لا حدا الكرمه او لا حدا الداليه ديال العنب، هو اللي او لا كيتعلق الشجره. هذاك اللي كيتعلق الشجره هو اللي كيكون صعيب، ديما محرك له داك السحر، ديما كيبقى يطيح. اما اللي عنده السحر ديال الجن راه ما كيطيحش. كتكون عندك السحر مثلا ديال الجن، كتكون عندك الثقه في اما واحد اما جوج اما ثلاثه. القضيه ديال الثقه في الناس ما خصهم يفهموها. الثقه في نفسك كتقدر ما تهضرش، الثقه في العمل، الثقه في الزواج، اي حاجه حطيتي على يدك ما كتيسرش، الثقه في الفلوس ما كيتجمعوش، كيتسمى داك السحت. يعني اي واحد يمشي يدير رقيه ويزيد يكمل حتى هو يعاون الراقي، ماشي الراقي قرا عليه صافي راه غيخرج مع الدوره غادي يخدم، او لا غادي يخرج من عنده غادي يتزوج في البلاصه. لا، خصو يزيد حتى هو يكمل يعاونو، يقرا ويصلي والذكر والصوم راه مزيان. وبالاخص قيام الليل، واحد خصو يديرها ولو غير اسبوع في كل 3 شهور ولا في كل 4 شهور. قيام الليل انا غنفسر لكم هذا قيام الليل، يبقى يصلي من الجوج ديال الليل ما يوقفش يأذن الفجر، غادي يبقى يصلي 2 ركعات ويسلم، 2 ركعات ويسلم، 2 ركعات ويعاود يسلم، ويجلس بلاصتو ويشد القران يبدا يقرا، يدخل من سوره الفاتحه ويدخل سوره البقره حتى عيالي فمه، ويخلي القران محلول فين كان تيقرا ويعقل عليه. نوض يصلي ثاني، جوج في جوج في جوج والقرايه، جوج في جوج في القرايه، يعني 6 القرايه 6 القرايه، تتبقى ديك الفجر يبقى ليه ساعه الا ربع، وكيزيد وكيدعي الله وربي كيستجيب ليه الدعاء، لان ربي كينزل في السماء الاولى كيقول لك هل من عباد يستجيب ليه الدعاء. يعني انت كتطلب الله اي دعاء كيستجيب لك الله الدعاء. صافي كتصلي الفجر وكتنعس مع راسك، ديرها غير اسبوع ولو غير في 6 شهور، غتحس براسك الراحه، الناس ناعسه وانت كتصلي. والسلام عليكم الاخوان ديالنا، وكنشكر الناس اللي كيتيقوا فيا واللي كيحبوني واللي كيشكروني واللي كيديروا عليا جيم واللي كيبارطاجيو واللي كيكتبوا لي كلام زوين وطيب واللي كيكتب لي كلام ماشي هو هذاك. الله يسامحه في هذا العواشر هذا، الله يسامحه من قلبي، الله يسامحه. السلام عليكم.